سيادنا السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتكلموا على الجديد ديال الضريبة 2023 والقانون اللي خرج مؤخرا اللي كيقول السيارات اللي فاتوا 10 سنين معفيين من الضريبة. إلا كنتي أول مرة تشاهد القناة ما تنساش تشترك في القناة ولايك لهذا الفيديو. بالنسبة للقانون المالي 2023 ما وقع فيه حتى شي زيادة بالنسبة للضريبة على السيارات، يعني الضريبة بقات هي وما فيها باس نعطيكم فكرة على الأثمنة ديال الضريبة سواء الليسانس ولا المازوت. السلام عليكم. بالنسبه للضريبه فغادي نفرقوهم على ثلاثه ديال الفئات. الفئه الاولى ديال المازوت 5 د الخيل 6 د الخيل 7 د الخيل تنخلصوا في الضريبه 700 درهم. بالنسبه ل 8 9 10 د الخيل تنخلصوا في الضريبه في السياره ديال المازوت 1500 درهم. 11 12 13 14 ديال الخيل 6000 درهم. اكثر من 15 ديال الخيل كنخلصوا 2 المليون في الضريبه. اما الفئه الثانيه ديال الليسانس يعني السيارات ديال الليسانس 5 6 7 د الخيل 350 درهم في الضريبه، 8 9 10 650 درهم، 10 ولا 11 حتى ل 14 3000 درهم، واكثر من 15 8000 درهم. اما الفئه الثالثه خاصه بالكاميو والبيكوب، هادو ما تتحسبوش بالخيل انما كيتحسبوا بالطوناج. مثلا البيكوب اللي كتهز من 3 طن حتى ل 5 طن تتخلص في الضريبه 800 درهم. الاخرين كما كتشوفوا معايا هنا لتحت قراوهم على خاطركم. وإلا ما خلصتيش الضريبه في هذا الشهر الى غايه 31 يناير، يعني تعطلتي ما خلصتي حتى بدا شهر فبراير، فعندك واحد الداعيره. مثلا الضريبه الى عندك الضريبه ديال 700 درهم ما خلصتيهاش حتى فات الوقت، غتزاد عليك واحد 85 درهم، بمعنى غتخلص واحد 785 درهم. وإلا لا قدر الله وقفوك البوليس ولا الجندارم وما لقاوش عندك الضريبه فمن طبيعه الحال فوريا، وغير خصك تخلص الضريبه بالدوبل الا بغيتي تخرجها من الفوريان. يعني عندك مثلا 350 درهم غتخلص 700 درهم باش يلا تخرجها من الفوريان، وإلا عندك 700 درهم ممكن تخلص حتى الدوبل ديالها 1400 درهم باش تخرجها من الفوريان. بالنسبة للموضوع اللي دار ضجة مؤخرا اللي مفادوه السيارات اللي فايتين 10 سنين ما بقاوش غيخلصوا الضريبة، يعني معفيين من الضريبة. فهذا القانون باش نشرحه مزيان للناس اللي ما واضحاش عندهم الفكرة، فكاينين جوج شروط باش تستفد من هذا القانون هذا، يعني باش تعفى من الضريبة. الشرط الأول خاصك تكون مخلص جميع الضرائب اللي كانوا عندك 10 سنين هذه، يعني من 2012 لدابا كل شيء عندك مريقل، كل شيء مخلص ضريبة عام مورا عام. الشرط الثاني واللي هو الأهم، غتجيب واحد الوثيقة اللي هي وثيقة سحب السيارة، غتجيبها في السيرفيس ديميل. يعني هاد السيارة ما بقاتش صالحة، مثلا لا قدر الله كسيدة ولا بعتيها لا فيراي، مهم ديك السيارة ما غتبقاش ترولي في الطريق الوطنية. هادو هما جوج شروط الا بغيتي ما تبقاش تخلص ليها الضريبة، حيت هاد المعلومات رونات او هاد القانون رون عباد الله وما شرحوش مزيان. فخلصوا الضريبة ديالكم للإخوان. وأصلا السيارات اللي عندها 10 سنين وباقي تيروليو في الطريق الوطني راه باقي شادين في السوق حاليا، باقي شادين الثمن. يكفي تمشي تضرب تليل على السوق وغتشوف الثمن فين واصل. بالنسبه لكيفاش غنخلص الضريبه فعندك بزاف ديال الطرق باش تخلص الضريبه ديالك. ممكن تمشي للوفا كاش، ممكن تمشي لكاش بلوس، الامانات، التوفيق، البريد كاش، البريد بنك الى اخره، يعني والبنكات. يعني عندك مجموعه من الطرق باش تخلص الضريبه ديالك، ولا غير من الهاتف ديالك عاد تدخل للتطبيق ديال البنكه ديالك وتخلصها من التطبيق ديالك، ولا ممكن تخلصها من الكيشي كما كتشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا. وغتخلصها غادي تدخل المعلومات ديال السياره ديالك، الماتريكول ديالها، وتخلص لا فينيت ديالك وغيخرج لك داك الريسو. الريسو اللي كيخرج له خصك تمشي مباشره دير ليه فوتوكوبي، حيت داك المداد اللي تيكون في الوراق ديال الكيشي دغيا تيتمحى. وإلا وقفوك في الباراج وسولوك على الضريبه ممكن توريهم هذا الريسو راه قاضي الغرض، بين ما دوز 48 ساعه وتدخل لهذا الموقع اللي هو فينيت بوان ام ا، كتدخل المعطيات ديال السياره ديالك، ومن هذا الموقع ممكن تخرج ديك الوثيقه ديال الضريبه ديالك. هذا الموقع كما سبق لي وقلتها في واحد من الفيديوهات السابقة في القناة، ممكن تستغله فاش تبغي تشري سيارة مستعملة. تدخل ليه المعطيات ديال السيارة اللي بغيتي تشري وتشوف واش مولاها مخلص الضرائب اللي عليه ولا لا. وكاين كذلك موقع آخر باش
تشوف ياك السيارة ما عندها الحجز ولا مشاكل قانونية. سبق لي وشاركت معكم هذه المعلومة هذه، ولكن ما فيها باس نعاود نذكر بها. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بغيتي تشري سيارة وخايف لا تصيد فيها يكونوا فيها مشاكل قانونية، الحاجز ولا مولاها ما مخلصش الضرائب، وبغيتي تعرف كيفاش تعرف هذه القضية هذه، سهلة. غنخلي لكم الرابط ديال هذا الموقع اللي كتشوفوه من مورايا. تدخل ليه الماتريكول ديال السيارة اللي بغيتي تشري، دير علامة على أنا لست برنامج روبوت. إلا طلعت لك العلامة الخضراء إذا السيارة مزيانة ما فيهاش مشاكل، أما إلا طلعت لك العلامة الحمراء فالسيارة فيها مشاكل قانونية، من الأحسن تبعد. اذا كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم اللي ذكرنا فيه اهم المعلومات اللي كانوا فيه. يعني الضرائب، الضريبه ما تغير فيها والو، يعني باقي هي ما تزاد فيها والو. بالنسبه للموضوع اللي دار التجاره، قلنا كاينين جوج شروط باش تستافد منهم. الشرط الاول قلنا خاصك تكون مخلص جميع الضرائب اللي كانوا عندك هاد 10 سنين دابا هادي، عام ورا عام تكون مريقل للمسائل ديالك. والشرط الثاني اللي هو الاهم، يعني هاد الطوموبيل ما غتبقاش ترولي في الطريق، يعني غادي تسحبها. وهاد الوثيقه ديال سحب السياره غتجيبها من السيرفيس ديمين. يعني هاد السياره ما غتبقاش صالحه. مثلا شي واحد وقعت لك صيده مثلا لا قدر الله، الله يحفظ الجميع، بجغات السياره ما بقى فيها ما يتشاف، بعتيها باللافيراي، المهم ديك السياره ما غتبقاش ترولي في الطريق الوطنيه. عاد ممكن تستافد من هذا القانون هذا، ما بقاش تخلص عليها الضريبه ديالها. اما السيارات اللي باقيين تيروليو في الطريق الوطنيه، يعني باقي صالحين، باقي الناس تيديبانيو بهم، فهادو راه خصك تمشي تخلص ليها الضريبه ديالها واخا فايت 10 سنين. ما تنسوش الخوت تشتركوا في القناة، ولايك لهذا الفيديو، وتبارطاجيو المعلومة مع جميع الأصدقاء ديالكم. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.